في وصفات كتير حلوة للسينامون رولز، بس أنا مش عايزة مجرد وصفة حلوة. أنا عايزة سينامون رولز تفضل هشة وطرية وزي القطنة حتى لو باتت 3 و4 أيام كمان. حشوة السينامون رولز حلوة، بس هل تفتكروا ممكن نعمل حاجة تخليها أحلى؟ في الحقيقة تكة بسيطة خالص بتفرق فيها جدا وبتخليها أحلى بمراحل. كان يهمني كمان ان الصوص اللي هنقدمه معاها يبقى متوازن في السكر، يعني يبقى كل حاجة كده متناغمة. هنعمل الصوص بشكلين، واحد بجبنة والتاني من غير، علشان نرضي جميع الأذواق. من الآخر كده هتعملوا سينامون رولز أحلى من سينابون نفسه. أول حاجة المكونات، فيه كام ملحوظة كده حابة أكد عليهم. هنحتاج 5 كوبايات ونص من الدقيق، نبدأ كده ب5 كوبايات ونخلي نص كوباية على جنب لو احتاجنا في الآخر. تقدروا تستعملوا دقيق جميع الأغراض، بس الدقيق المخصوص للخبز بيدي كده نتيجة أحلى، بتبقى هش وفلافي أكتر. الحليب البودرة مكون اختياري، بس هو بيدي طعم وطراوة كده للسينامون رولز، هستخدم منه ربع كوباية. الحليب مهم ان هو يكون دافي، يعني نلمسه كده ايدينا تتحمله. هنحتاج 300 مللي، يعني تقريبا كوباية ونص. ومعاهم تلت كوباية من السكر ومعلقة كبيرة من الخميرة الفورية، اللي هي بتبقى حبيباتها كده ناعمة خالص زي ما انتم شايفين. لو هتستخدموا الخميرة الجافة النشطة اللي بتلاقوا حبيباتها أكبر شوية من كده، يبقى زودوا نص معلقة صغيرة. البيض لازم يبقى بحرارة الغرفة، لو طلعته من التلاجة على طول بحطه في شوية مية سخنة حوالي 10 دقايق ولا حاجة. الاختيار الأول للمادة الدهنية هو الزبدة، لأنها بتدي طراوة وطعم حلو. هحتاج منها نص كوباية تكون طرية بالشكل ده كده. ممكن تقللوها لتلت كوباية أو تستخدموا تلت كوباية زيت. المكون بقى المميز جدا في الوصفة دي هو خلطة كده من الدقيق مع اللبن والمية، اسمه تانزونج. طبعا باين من اسمه انه هو صيني. هو ده المكون اللي بيخلي السينامون رولز بتاعتنا تفضل هشة وطرية حتى لو قعدت أكتر من يوم. في طاسة أو حلة صغيرة هنضيف ربع كوباية مية مع نص كوباية حليب، وعليهم ربع كوباية دقيق. مكونات التانزونج دي لوحدها غير مكونات العجينة اللي احنا قلناها في الأول. هقلبهم كده على البارد، وبعدين هرفعهم على نار متوسطة، ونفضل بقى نحركهم تحريك مستمر لحد لما تلاقوهم اتحولوا لحاجة كده شبه البشاميل. هننقل العجينة بتاعتنا أو التانزونج في طبق ونغطيه ونسيبه بقى على جنب يبرد، أو على الأقل يبقى دافي. مهم قبل ما نبدأ نتأكد إن الست خميرة مصحصحة معانا. هناخد شوية من مقدار الحليب ومعاهم رشة سكر والخميرة، نقلبهم ونركنهم كده في مكان دافي. الخميرة تتكمر كده وتبدأ تتفاعل. بالطريقة دي أتأكد إن الوصفة بتاعتي هتنجح، لأن الخميرة فعالة ونشطة. هزود بقية مقدار الحليب، وعليهم هزود معلقة صغيرة من الخل يعتبر زي محسن، ونضيف السكر ونقلبهم كويس مع بعض. هنزود بعد كده عليهم بيضة بيضة، يفضل ان احنا نكسر البيض في طبق منفصل علشان لو في بيضة بايظة ولا حاجة ما تبوظيش بقية المكونات. في المرحلة دي تقدروا تضيفوا المادة الدهنية، الزبدة او الزبدة والزيت. لو هنضيفه في المرحلة دي تبقى الزبدة بتاعتنا سايلة. انا مش بضيفه دلوقتي، بضيفه بعدين وهقول لكم ليه. بنزود عليهم عجينة التانزونج اللي هي تعتبر دلوقتي في درجة حرارة الغرفة، ونقلبها كويس مع المكونات السايلة. بالطريقة العبقرية دي قدرت أحول الدقيق لحاجة زي الجيلاتين كده، يحبس 3/4 كوباية من السوائل. هقدر أضيفهم للعجينة بتاعتي من غير ما تبقى مايعة كده وسايلة، وأقدر أتعامل معاها بسهولة. هزود دلوقتي عليهم 5 كوبايات من الدقيق واللبن البودرة، وكمان معاهم معلقة ونص صغيرة من الملح. لو الزبدة مملحة هنستعمل نص كمية الملح دي. بجيب بقى معلقة خشب وهلم كل العجينة لحد لما الدقيق يتشرب كل السوائل. المفروض إنها تكون بتلزق قوي. هنمسك ايدينا ومش هنزود دقيق، مش هنزود دقيق خالص. العجينة لازم تبقى طرية كده علشان السينامون رولز بتاعتنا تطلع طرية وهشة. طبعا العجينة الطرية قوي دي هيبقى صعب جدا ان احنا نعجنها بايدينا دلوقتي. حتى لو هتستعملوا العجان هنغطي العجينة ونريحها من 20 ل 30 دقيقة. بعد ما فاتت نص ساعة نبل ايدينا ونبدأ نعجن العجينة من دقيقة لدقيقتين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. نرفعها وننزلها واحنا بنلف الطبق. دي انسب طريقة نعجن بيها العجينة اللي بتكون بتلزق بالشكل ده. الايدين لما بتكون مبلولة مية العجين ما بيلزقش فيها قوي. المهم ان احنا هنقلبها كده كام تقليبة، يعني مش كتير. لو حسيتوا انها بتلزق قوي قوي بنزود بقى نص كوباية دقيق او اكتر، حاجة بسيطة.
حاولوا ما تزودوش دقيق كتير، يعني العجينة تكون فيها برضو سنة تلزيق. هاخد الزبدة الطرية، المفروض ان هي تكون طرية كده عاملة زي الكريمة، وهوزعها على وش العجين بالشكل ده. طبعا الزبدة طرية وحرارة الايد هتخلي العجينة تتشرب الزبدة بمنتهى السهولة. حاولوا بس تدخلوها بالتكنيك او الطريقة اللي انتوا شايفينها في الفيديو كده. بعد ما العجينة تتشرب كل الزبدة، هنبدأ بقى نعجنها. بيكون جنبنا برضو كوباية أو طبق فيهم مية، وبنلق ايدينا كل شوية ونفضل نعجنها واحنا بنلف الطبق بالشكل ده كده، لحد لما تلاقوا العجينة بدأت تلم على نفسها. وزي ما انتوا شايفين قوام العجينة بقى ناعم، ولما تدوسوا عليها كده بترجع، يعني هي معجونة كويس، بس برضو في سنة تلزيق بسيطة قوي. لو هنستخدم العجان هنمشي على نفس الخطوات بالظبط. نريح العجينة وبنضيف الزبدة وبنعجن بعد ما بنضيف الزبدة تقريبا 10 دقايق. العجينة المظبوطة بتبقى مرنة، تقدروا تمسكوها وتشدوها كده بحيث تعمل زي شباك خفيف شفاف من ورا الضوء يبان. ندهن العجينة بتاعتنا بشوية زيت ونغطيها ونسيبها في مكان دافي لحد لما يتضاعف حجمها. ممكن تاخد ساعة، ساعة ونص، يعني على حسب درجة حرارة الجو. في البرد اللي احنا فيه بدفي الفرن شوية واطفيه، وبعدين ادخل العجينة تخمر براحتها بقى في الفرن الدافي. تعالوا بقى هنقول كلام مهم للحشوة. هنستخدم كوباية من السكر البني يكون مكبوس كده، تقدروا تستبدلوها بكوباية من السكر الأبيض العادي، بس زودوا معاه معلقة كبيرة أو معلقتين من العسل الأسود، معلقتين كبار من القرفة، وكمان معايا نص كوباية من الزبدة الطرية. أنا بحب أزودها وأخليها 3/4 كوباية. الزبدة اللي أنا بستخدمها غير مملحة، فهضيف معاها ربع معلقة صغيرة من الملح. لو الزبدة بتاعتكم فيها ملح مش هنضيفه خالص. دي كده المكونات الأساسية في أي حشوة، تقدروا تزودوا عليها وده اختياري. معلقتين كبار من النشا بيدوا كده ملمس حريري للحشوة، وكمان بهارات زيادة، يعني ربع معلقة صغيرة من القرنفل والزنجبيل والكبابة الصيني اللي هي اسمها البهار الحلو. ممكن كمان تزودوا معلقة كبيرة من الكاكاو، بس للأسف هو كان خلصان من عندي. تقدروا تستعملوا الزبدة طرية كده زي ما هي، أو تاخدوا من وقتكم شوية دقايق بسيطة، بس بيفرقوا قوي في الطعم. بنسيح الزبدة بتاعتنا على نار هادية وبنقلب من وقت للتاني، بس سيحوها في حاجة غويطة مش زي ما أنا مصورة كده لأنها بتفور، لحد لما الزبدة تبقى شفافة ولونها بني فاتح بالشكل ده، وكل المرت اللي تحت أو حبيبات اللبن دي تبقى لونها بني هي كمان. هنصب كل حاجة في بولة علشان ما يغمقش أكتر من كده، ومنسيبش ولا فتفوتة من الفتافيت البني دي. السمنة مع المرتة بتاعتها دي بنسميها زبدة البنية أو البراون باتر. بنسيبها تبرد الأول وبعدين نقلبها كويس، ولازم تبقى كريمي بالشكل ده عشان نعرف نفردها فوق العجين. في بولة تانية بقلب كل المكونات الجافة للحشو مع بعض كويس. تقدروا ان انتوا تتحكموا في نسب المكونات دي، يعني ممكن نقلل السكر لنص كوباية، تقللوا القرفة شوية او البهارات، يعني حسب ما انتوا حابين. دلوقتي هضيف خليط المكونات الجافة ده فوق الزبدة الطرية ونقلبهم كويس قوي مع بعض. هيتحولوا كده لمعجون. لو حسينا ان هو تقيل بزيادة نزود عليه شوية من الكريمة او الحليب، يعني معلقة معلقتين، لحد لما نوصل للقوام ده ناعم وكريمي وسهل الفرد. شوفوا ما شاء الله العجينة خمرانة وتضاعفت في الحجم. هديها كده بوكس في النص ونلم الأطراف ونخرج كل الهواء اللي فيها. العجينة دلوقتي جاهزة انها تتفرد، بس انا بقى هقول لكم على حركة كده تدعولي عليها ان شاء الله. ناخد العجينة ندخلها في التلاجة نص ساعة ولا ساعة، خصوصا لما يكون الجو حر. العجينة الباردة بيبقى اسهل بكتير قوي ان احنا نتعامل معاها، خصوصا لما تكون طرية وبتلزق وفيها كمية زبدة كده. هننزل العجينة على سطح يكون مرشوش كويس قوي بالدقيق، وعلى وشها دقيق، وكمان النشابة هي كمان نرش عليها دقيق. بايدينا الاول كده نحاول نخلي العجينة تاخد شكل مربع، ونرفعها نتأكد ان تحتها كمية دقيق كفاية. عندكم مسطرة؟ طلعوها عشان هنحتاجها دلوقتي. حاولوا بقى ان انتوا تفردوا العجينة لمستطيل بمقاس 40 في 45 سنتي. دي مش حصة حساب، بس يعني هو الموضوع نسبي بالنظر كده، يعني حاولوا على قد ما تقدروا تكونوا يعني شوية دقة شوية دقة كده، بحيث ان العجينة تبقى سمكها تقريبا من سنتي لسنتي ونص. نوزع الحشوة كده بمعلقة أو سباتيلا على شكل نقط بالتساوي على كل المستطيل،
ولازم تبقى الحشوة بتاعتنا كريمي عشان أعرف أفردها بسهولة. تأكدوا إن هي كريمي قبل ما توزعوها. هوزع الحشوة على المستطيل كله وهسيب تقريبا حوالي 2 سنتي بس كده من الطرف الأقصر من المستطيل. لما نلف المستطيل من الناحية الأقصر بيديني عدد لفات أكتر، فلما نيجي نقطع السينامونية كده هتبقى شكلها حلو. فدلوقتي أنا ببدأ اللف من الطرف القصير للمستطيل ونلف بإحكام ونكمل بقى لحد لما نوصل للطرف، وحاولوا كده تشدوه من الجوانب علشان يبقى كل الأطراف متساوية، ما يبقاش الأطراف بتاعته مكعبلة قوي. بحاول كده بإيديا أظبط شكل الاسطوانة على قد ما أقدر، ويفضل إن احنا نشيل الأطراف دي لو عايزين شكل السينابونات يبقى حلو كده ومنتظم. هقسم الرول ل 12 قطعة، كل واحدة فيهم سمكها تقريبا 3.5-4 سنتي. ممكن تعملوا زي كده وتستخدموا المسطرة، أو إن انتوا تقطعوا الاسطوانة من النص كده ل2، وبعدين تاخدوا كل حتة فيهم تقسموها من النص فيبقى عندكم 4، تاخدوا كل ربع وتقسموه ل3 بالنظر كده يعني. مهم إن هما يبقوا تقريبا قد بعض عشان ياخدوا تسوية واحدة ويبقى شكلهم متناسق كده جنب بعض. بستخدم الخيط العادي في تقطيعها، ممكن تستخدموا خيط السنين بس ما يكونش ليه طعم، أو تستخدموا أي سكينة مش مسننة يعني مشنشرة كده زي بتاعة العيش. مش مهم بقى شكل الصينية مربع مستطيل دايرة، المهم إن هي تكون حرفها عالي كده، نحط فيها ورقة زبدة أو تدهنوها بأي مادة دهنية. هسيب لكم مقاسات الصواني اللي أنا استخدمتها في صندوق الوصف. بنرص بقى حبات السينامون رولز بس يبقى ما بينهم مسافة بسيطة كده علشان لسه هنسيبهم يخمروا. اللي لاحظته بقى ان لما بيكونش المسافة كبيرة قوي بين الحبات زي الصينية دي كده، السينامونهات بتبقى عالية لان ما بيبقاش في مسافة كبيرة ان هي تفرش قوي في الصينية. بس الحلزونات اللي في النص دي ممكن تقب شوية في الفرن، بس برضو كانت حلوة وكانت سميكة كده وقمر. بغطيهم واسيبهم بقى يخمروا لحد ما يلزقوا في بعض بالشكل ده كده، تاخد تقريبا من نص ساعة لساعة يعني على حسب درجة حرارة الجو عندكم. علشان دي بقى السينابونهات الخطيرة، هندهنها بقى بشوية زبدة أو كريمة خفيفة خالص كده على الوش بخفة علشان ما نخرجش الهواء اللي فيها. ده اختياري يعني مش لازم أبدا، لو خايفين توقعوا الهواء اللي فيها كده بالفرشة ممكن تحطوه بخاخ. قبل ما بنخبزها بتقريبا ربع ساعة هنشغل الفرن على درجة حرارة 160 لو في مروحة، ولو فرن عادي بنخليها 180. بحط الصواني في التلت الأولاني من الفرن وبراقبها عشان لو احمرت من ناحية أقلب الصواني وأديرها. بتقعد تقريبا من 20 ل25 دقيقة، ما نكترش أكتر من كده، يدوب بس يبقى لونها ذهبي علشان لو اتقعدت أكتر من كده ممكن تنشف. تعملوا إيه يا حلوين لو عايزين تفطروا بالسينابون ده فريش وطازة ولسه طالع من الفرن؟ هقولكوا على الإجابة بس خلونا الأول نعمل الكريمة. هعمل معاكم الأول الصوص اللي بالجبن الكريمي. المهم ان المكونات تكون بدرجة حرارة الغرفة. الزبدة تكون طرية كده، هحتاج منها تقريبا 4 معالق كبيرة، يعني قولوا ربع كوباية زبدة. هزود عليها دلوقتي كوباية من الجبن الكريمي يكون في درجة حرارة الغرفة. لو الجبنة دي ساقعة ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان الزبدة هتحبب، فأهم حاجة انها تكون بدرجة حرارة الغرفة. هنعمهم كويس قوي الأول كده بالويسك، بعدين هضيف ربع معلقة صغيرة من الملح، كوباية وربع من السكر البودرة المنخول، ومعلقة كبيرة كده من الفانيليا. في المرحلة دي بقى بقلب بالسباتولا علشان ادخل السكر جوه الكريمة. قوام الفراستنج بتاعي بيبقى تقيل، لو عايزينه خفيف عن كده يبقى بنقلل الجبن الكريمي، يعني ممكن تستخدموا ربع كوباية او نص كوباية. في مكون اضافي اخير ان احنا ممكن نزود عليه بشر ليمون، يعني تقريبا معلقة صغيرة كده. عندي الاراء كانت مختلفة حوالين بشر الليمون، فلو بتحبوا نكهة الليمون مع الكريمة زودوه وتبقى قلبكم جامد. النوع التاني ده بقى بسيط خالص، فراستنج من غير اي كريم تشيز، من غير اي جبنة. هنحط كوباية من السكر البودرة ننخلها كويس الاول علشان لو فيها اي كتل. هنضيف على السكر ربع معلقة صغيرة من الملح، معلقتين كبار من الزبدة المذابة، وكمان ربع كوباية من الهافي كريم اللي هي كريمة الخفق، او ممكن نستبدلها بمعلقتين او معلقة من الحليب، ونقلب كده ونظبط قوام الفراستنج بتاعنا على حسب رغبتنا. لو الزبدة ان احنا بنستخدمها فيها ملح مش هنزود ملح خالص مع الفراستنج، انا باكد اهو علشان الطعم يبقى مظبوط. نسيت ازود حاجة، هنزود في الاخر معلقة كبيرة من الفانيليا.
لو انتم من عشاق الفراستنج فانصحكم جدا ان انتم تضاعفوا الكميات دي علشان يبقى عندكم كمية وفيرة كده تصبوها على حسب ذوقكم. الصوص ده او الفراستنج ده بيبقى اخف شوية من النوع الاولاني. نرجع بقى لسؤالنا، لو عايزين تفطروا بالسينامون رولز دي طازة مخبوزة في نفس اليوم، بناخد الرولات كده قبل ما بتخمر بنغطيها وبندخلها التلاجة تقعد من بالليل للصبح. لو عايزة مثلا أخبزها الصبح الساعة 9 بكون عجناها ومشكلاها من بالليل وأدخلها التلاجة على الساعة 9، وتاني يوم الصبح أدخلها الفرن، وبس بسيبها في الفرن يعني دي 3 دقايق زيادة علشان بتكون اوريدي داخلة ساقعة. ممكن تزينوها بقى بصوص شوكولاتة أو كراميل، ممكن كمان مكسرات يعني زي ما تحبوا. لو وصلتوا لاخر الفيديو بشكركم جدا، اتمنى ان هو يكون عجبكم، يلا شيروه مع الناس اللي بتحبوهم لان في معلومات كتير هتفيدهم. بس كده اشوفكم على خير، سلام عليكم.